قطر على عرش آسيا للمرة الثانية على التوالي، ولكن بجدل تحكيمي كبير، ونشام الأردن وعموتة كسبوا احترام الجميع. لو انت اول مرة تتفرج عليا اعمل لايك للفيديو دعما للمحتوى، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. وبسم الله يلا بينا نبدأ. المنتخب القطري يتربع على عرش القارة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، إنجاز كبير بكل المقاييس وعلى كل الأصعدة، بيعكس مدى تطور ونجاح منقطع النظير للكرة القطرية، سواء بقى على مستوى التنظيم كالعادة أو على المستوى الفني للمنتخب القطري آخر 10 سنين. المنتخب القطري ضرب موعد عربي خالص مع المنتخب الأردني في النهائي، في مفاجأة كبيرة محدش توقعها. وسط مين؟ وسط كبار القارة، المنتخب الكوري، المنتخب الياباني، والمنتخب الاسترالي، والمنتخب الايراني، والمنتخب السعودي. ولكن قياسا على اداء المنتخبين في البطوله فما كانتش مفاجاه خالص وصولهم للنهائي. الفريقين استحقوا الوصول للنهائي بكل جداره، رفعوا راس العرب بعد خيبه امل عربيه في كاس افريقيا. نشام الاردن ومشوار عظيم في البطوله وصولا لمباراه كوريا الجنوبيه في نص النهائي، وافضل اداء لمنتخب عربي في البطولتين افريقيا واسيا. ماتش واداء يرفع الراس. موسى التعمري ويزن النعيمات ولاعيبه المنتخب الاردني علمونا وعلموا كوريا الجنوبيه فنيات كره القدم. كان درس قاسي على اصدقاء سون اللي ودع البطوله، ووصلت الاردن برجالتها الى نهائي الحلم الاسيوي. الناحيه الثانيه المنتخب القطري وعلى نفس المنوال، وماتش نص النهائي امام المنتخب الايراني الصعب، وبشق الانفس نجح نجوم المنتخب العنابي من خطف بطاقه التاهل والفوز على ايران 3-2 والتأهل للدور النهائي. وبكده يبقى اكتمل طرفين النهائي في نسخة عربية لقبها عربي مضمون، وكل الأنظار بقى كانت متجهة نحو استاد لوسيل تحفة قطر المعمارية. النهائي هيبدأ وكله بيمن النفس، الأردن بلقب يختم ويبروز النسخة العظيمة والتابلو الرائع اللي قدمه المنتخب في البطولة دي، والمنتخب القطري بقى والحفاظ على اللقب للنسخة الثانية على التوالي وتأكيد الزعامة. وابتدى اللقاء والمنتخب القطري ما سماش، هجوم وضغط قوي على الدفاع الأردني. أول 8 دقايق وكرة بالعرض لأكرم عفيف اللي حطها سهلة على يمين يزيد أبو ليلى. الرد الأردني وبداية الخطورة كانت بعد ربع ساعة، وهجمة مرتدة وكرة طويلة في ظهر الدفاع القطري وتسديدة قوية من يزن، ولكن مش على البرشم في المكان المناسب. وبعد 5 دقايق بس جه الرد من أكرم عفيف، واختراق من ناحية الشمال وعرقلة وضربة جزاء لا غبار عليها بصراحة. والحقيقة ضربة جزاء ساذجة قدر ياخدها أكرم عفيف بذكاء عشان يسجل أكرم عفيف هدفه الأول، وتتقدم قطر في أول نص ساعة 1-0. طيب المفروض بقى نشوف ردة فعل للاعيبة المنتخب الأردني ونشوف تحرر في الملعب، لكن الحقيقة لا، الداهية لوبيز كان محضر لعموتة كويس قوي وقدر يدرس نقاط القوة والضعف للخصم. نجح انه يعزل خط هجوم المنتخب الأردني عن خط النص خالص من خلال ممارسة الضغط العالي على لاعيبة الأردن اللي ما قدروش يعملوا بيلد اب ويطلعوا بالكورة بطريقة سلسة، وكان كل الاعتماد على الكرات الطويلة في ظهر الدفاع القطري. نص ملعب الأردن حرفيا كان ضايع في الشوط الأول. استمر الضغط القطري بعد الجول، وفي الدقيقة 32 كانت قطر هتضاعف النتيجة عن طريق رأسية لوكاس منديس، ولكن يزيد أبو ليلى كان حاضر. آخر 5 دقايق في الشوط الأول لعيبة الأردن فاقت وابتدت فعليا تدخل في الماتش بعد عشوائية وتوهان رهيب في أول 40 دقيقة في المباراة، وباختراق ممتاز من علي علوان كاد موسى التعمري إنه يعادل الكفة قبل الاستراحة، ولكن كورته خبطت في محمد وعد وطلعت بره، وانتهى الشوط الأول بتقدم العنابي بنتيجة 1-0. في الشوط الثاني دخلت الأردن زي ما نهت الشوط الأول، الاستفاقة مستمرة، ومن أسيست من التعمري لإحسان الحداد وشوطة قوية زاحفة يشيلها بصعوبة مش على البرشم لركنية، والركنية عالية وعلى رجل يزن العرب اللي لطشها قوية في الجون، ومش على البرشم يواصل مسلسل التألق وينقذ الكرة ويطلعها بره. ضغط أردني رهيب من كل حتة، والتعمري يعدي بواحدة وشوطة باليمين أرضية ومش على البرشم حالف طلاق ما يخش فيه جوان، لحد ما جه دور بقى يزن النعيمات وكرة عرضية واستلامة ولا أحسن ولا أروع ولا أجمل من كده، وقال له بقول لك إيه يا مشعل ما تطلق، وبوم
مش شمال في الجون وهاتها من الشبكه يا عم مشعل، تعادل مستحق يترجم فرص الاردن اللي ضاعت. طيب لحد دلوقتي الماتش تعادل في كل حاجه، والدقيقه 69 وهنا منعرج المباراه. الحكم احتسب ضربه جزاء الحقيقه انا بشوفها غير مستحقه وقاسيه جدا 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 على المنتخب الاردني. وليه بقول قاسيه؟ لان الكره دي لو بره منطقه الجزاء كانت جايز تتحسب فاول، لكن داخل منطقه الجزاء فصعبه جدا وقاسيه بصراحه، وقلبت الماتش. الاثنين لعيبه بتوع قطر وسط 4 من مدافعين منتخب الاردن، واسماعيل محمد نمره 17 ما عندوش يعني انفراد او فرصه مباشره مع المرمى، ده حواليه 2 لعيبه زائد ان هو اللي مودي رجله لقدم لاعب المنتخب الاردني. فالحقيقه انا بشوف انها ما كانتش تستحق انها تكون ضربه جزاء، وان قرار حكم اللقاء كان قاسي على المنتخب الاردني. ضربه الجزاء احرز منها اكرم عفيف هدف التقدم لمنتخب قطر، واصبحت النتيجه 2-1 في الدقيقه 73. بعدها ب10 دقائق تقريبا يزيد ابو ليلى شال كوره الهدف الثالث من اكرم عفيف برضه بعد ضربه حره من على حدود منطقه الجزاء. ونظرا للاندفاع الاردني لادراك التعادل وقله التركيز وكره عاليه على راس المعز علي اللي بدماغه يريحها في سكة أكرم عفيف، اللي لقى نفسه بقى منفرد بيزيد أبو ليلى، بسرعته طول الكورة أكرم عفيف اللي وصل لها ولحقها ولمها قبل يزيد أبو ليلى. حصلت عرقلة والتحام واحتسب الحكم ضربة الجزاء الثالثة لمنتخب قطر. ومتهيألي عمري ما شفت نهائي اتحسب فيه 3 ضربات جزاء لفرقة واحدة. أنا مش فاكر بصراحة، لو أنتوا فاكرين اكتبوا لي في الكومنتات. اتفق معاك إن في ضربتين جزاء صحاح، لكن الحقيقه ضربه الجزاء الثانيه اللي هي كانت منعرج المباراه لان الماتش كان تعادل ساعتها كانت غير منصفه للنشامه وكانت قاسيه جدا عليهم. اكرم عفيف عريس البطوله وهدفها وافضل لاعب فيها، سجل الهدف الثالث لمنتخب بلده من ركله الجزاء والهدف الثامن ليه في البطوله، عشان ينتهي اللقاء بفوز قطر ب3 أهداف مقابل هدف وتتوج بكاس اسيا للمره الثانيه على التوالي وتاكد زعامتها على القاره. الف الف مبروك للمنتخب القطري، نجاح فني وتنظيمي على كل الاصعده. وعايز اقول ولازم اقول الف 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 مبروك للمنتخب الاردني وشعب الأردن وكل محبين المنتخب الأردني اللي قدم بطولة عظيمة. لعيبة قدمت دروس في التفاني والإخلاص في الملعب، ومدرب داهية قدر يخرج أفضل ما فيهم. بالتأكيد كانوا يستحقوا أكتر من كده. حق عليكم يا شعب الأردن إنكم تفتخروا بالمنتخب ده، منتخب يشرف ويرفع الراس. وإن شاء الله بالإخلاص والفنيات والمدرب المحترم ده عموتة استنوا المنتخب الأردني في كاس العالم امريكا 2026. وفي النهايه اكتب لي رايك في الكومنتات، هل ضربات الجزاء الثلاثه كانت صحيحه؟ ولو ما كانتش ضربه الجزاء الثانيه اتحسبت هل كانت ستتوج قطر بالبطوله؟ وما تنساش لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد اول باول. سلام عليكم.